اعذرني إذا قلت لك إنه جزء كتير من حياتك كذبة. أغلب الأشياء اللي بتآمن فيها اليوم غالبا ما اخترتها بنفسك، ولو كنت مولود بمكان تاني أو بوقت تاني كنت اليوم راح تكون شخص مختلف. كلنا عنا عادات بنتبعها، أفكار بنعتبرها صح مطلق، وأهداف حاسين إنه طالعة منا وإحنا اخترناها، ويمكن يكون حتى حبنا لشغلات بسيطة زي حبي للشاي. بس السؤال الحقيقي، هل فعلا احنا اخترناها؟ ولا هي فقط نتاج وين ولدنا، البيئة، التربية، المكانة الاجتماعية، القدرة الاقتصادية؟ بهذا الفيديو رح نحكي عن كيف البيئة والانتماء والظروف اللي انولدنا فيها بتشكلنا أكثر ما بنحب نعترف. وهذا الفيديو مقسم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى رح نجيب شوية أمثلة، المرحلة الثانية رح نجيب بحث علمي صار على توأم، وثلاثة موضوع تحدي العادات والمسلمات. صديقتي، بدي اياكم تتخيلوا انكم انولدتوا في قرية في ايسلندا. فكرك هل راح تكون لسه بتحب المنسف وشايف انه الكبسة والمقلوبة والكشري احسن اكلات في العالم او احسن اكل في العالم، ولا هاي راح تكون اكلتك المفضلة ولو بتكون متحمس لما عمك بيورن عازمكم يوم الخميس عليها؟ او تخيل معي انك انخلقت بدولة في شرق اسيا زي اليابان على سبيل المثال، هل راح تكون لسه متحمس لعيد الأضحى؟ أو أنا عارف من وقت ما بطلت تعيد بطلت تحبه بس مرقها، أو بتكون مثلا متحمس لعيد الميلاد أو الكريسماس؟ ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد. ولا رح تقعد تحتفل كل سنة بالعيد الياباني الستبن وتقعد تطبش فاصوليا على ناس لابسين أقنعة؟ للأمان مبين العيد ممتع، شوف الحاج قديش مبسوط. أو خلينا ناخد مثال ثالث، إنك مثلا مولود بالأرجنتين، مش رح تكون تقدس ميسي؟ انت بتقدسه هلا وانت مش ارجنتيني اصلا؟ طب انساليها هاي وخد هاي الاحلى منها، رونالدو عمك. بس لا عجد، جميعنا بنحس بانتماء لبلداننا، بنحب الوان اعلامها، حافظين اناشيد واغاني تراثيه واشعار بتبجل الوطن والارض اللي عايشين فيها، وشايفين دولنا او كل واحد شايف دولته اعظم دوله بالعالم، طبعا بعد فلسطين. فيعني انت لو كنت فلبيني على سبيل المثال مش راح تقعد تغني النشيد الوطني تبع الجزائر، بتكون متاثر وحاسس بالانتماء للجزائر. او بتعرف بزمن الاي اي كل شيء بزبط. بما انك وصلت لهون معناته الفيديو عاجبك، فما تكابر، اشترك بالقناة ونكمل. طب ليش احنا هيك؟ ليش احنا بالمكان اللي بنولد فيه بنتبنى عاداته، افكاره، اكلاته، تراثه، وبنحس حالنا جزء منها وبننبسط انه جزء منها؟ هذه صديقي طبيعة الانسان، احنا بنحب نحس بالانتماء وبحاجة دايما لجماعة او ملجأ او غاية كبيرة نحس حالنا جزء منها عشان تعطي لنفسك معنى في الحياة. حرفيا كيف فيلم طرزان، الطفل اللي كبر وسط القرود وتبنى صفاتهم وعاداتهم مع انه يعني مختلف عنهم بالشكل، هو بشر وهم قرود، بس عشان يحس حاله جزء من جماعة وانه مش اوتكاست او منبوذ صار يعمل زيهم وتبنى عاداتهم. بس طبعا بقدرش اسند صحة كلامي على فيلم اطفال زي طرزان، فجبت لكم دراسة او بحث علمي. عام 1974 كان في بنتين من كوريا الجنوبية توأم عمرهم سنتين مع ستهم او جدتهم من طرف الام في السوق، وواحدة منهم ضاعت وما لقوها. تخيل الموقف، طالعة جدتهم مع بنتين من البيت وراجعة ببنت واحدة. اي انا اذا نسيت باكيت محارم وعلبة مناديل بالباص بلحق الباص ركض عشان اجيبه. المهم البنت اللي ضاعت تم تبنيها بالآخر من عائلة في الولايات المتحدة، وبالسنة 2020 يعني بعد 44 سنة من الحادثة هاي البنت عملت فحص دي ان ايه عشان تتعرف على أهلها الحقيقيين ولقوهم. وبعد ما لقوهم عملوا شوية اختبارات عشان يشوفوا الفروق بين توأم كل واحدة تربت فيهم ببيئة مختلفة. فكانت نتيجة الاختبارات أو البحث مثيرة للاهتمام. أول إشي كان في اختلاف كبير في نسبة الذكاء، البنت اللي تربت بكوريا كانت عندها نسبة ذكاء أو اي كيو أعلى ب 16 نقطة من البنت اللي في الولايات المتحدة. طبعا هذا ما قالوش باللي بحكي فيه من ناحية عادات وبيئة وشو بعرفني، بس حبيت أجيبه عشان فكرة إنه الولايات المتحدة بتخليك أغبى عجبتني. بس النقطة الأهم من البحث واللي بتفيدنا بهذا الفيديو، كان في اختلافات في شخصية كل واحدة فيهم. البنت الأمريكية طبعا كانت مايلة فكرة الفردانية والعيشة الغربية، والبنت الكورية أو اللي كبرت في كوريا كانت مايلة لفكرة الجماعة، العيلة التقليدية هاي اللي احنا كيف مثلا بعالمنا العربي برضه
برضو بنحبها ونعيش فيها. فكل واحدة فيهم اتبنت الفكرة المتعارف عليها في بيئتهم أو بالمكان اللي كبروا فيه. طب هل معناته كل حياتنا كذبة؟ كل شيء مستعدين ندافع عنه؟ ولا وبعض الأحيان نضحي عشانه؟ عبارة عن وهم إحنا رضينا فيه بحكم المكان اللي كبرنا فيه أو وين انولدنا، أو عشان نحس إنه اللي حوالينا رضيانين عنا وإنه إحنا جزء من الصورة الكبيرة ومنتميين. أنا برأيي لحد ما هذا الكلام صحيح، وإذا حدا عنده رأي تاني شاركني إياه. وهلأ بدي أسأل سؤال مهم وبدي الكل يفكر فيه. هل إذا كبرنا على شيء خطأ أو عادة سيئة أو مضرة، على سبيل المثال لو كبرنا على إنه صيد القطط في الشارع للتسلية مش عارف شو هذا المثال، بس هذا اللي طلع معي، شو أسوي لكم؟ بس إنه نحكي عادة صيد القطط في الشارع هي عادة من أجدادنا أو حتى من أجداد أجدادنا، وجميع الناس حوالينا وبمجتمعنا بيعملوها، وإحنا كبرنا على إنه هذا الإشي متقبل وصحيح. تمام، هلا السؤال، هل في إمكانية إحنا كأفراد نتحدى هاي الفكرة لا قبل نتخطاها ويمكن نمحيها من المجتمع؟ ولا هذا موضوع صعب كتير انك تغير فكرة في مجتمع كامل وتورجيهم انه مثلا الاشي بيعملوه غلط، وانت راح تكبر على صيد القطط يمكن ما تكونش مقنع، بس راح تربي اولادك عليه واولادك راح يربوا اولادهم عليه وهلم جرة. او المخيف اكتر انه انت اصلا ما تكون شايف مشكلة بهذا الموضوع وتموت وانت شايفه انه اشي طبيعي وما فيش فيه اي غلط. فيعني الخلاصة، هل احنا بنقدر نتحدى الاشي المتعارف عليه في بيئتنا ولا هو اشي صعب كتير ونادر الحدوث؟ انا شخصيا بشوف انه في قابلية لتحدي الافكار اللي انت مش مقنع فيها بالمجتمع، ولكن كبداية لازم تلاقي الناس بفكروا زيك وتسووا دائرة وزي مجتمع صغير حوالين بعضكم يكون فيه انتوا رافضين فكرة معينة زي مثلا صيد القطط، وبعدين تكبروا شوي 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 لتصيروا انتوا الغالبية وتغلبوا الفكرة هاي القديمة او الفكرة السيئة. يعني بداية انت تطلع لحالك وتحكي انه والله يا جماعة لازم نوقف صيد القطط، هذا اشي غلط، رح تلاقي هجوم عشان الغالبية بشوفوا انه هذا الاشي صحيح. فانا بشوف انه هو ممكن تتحدى افكار او عادات سيئة ويمكن الافضل انه الواحد او المجتمع يتخلص منها، ولكن مبدئيا صعب تغيرها جذريا اذا انت كنت لحالك. لازم يكون في مجتمع حواليك مصغر تكبروا شوي شوي عشان تعرفوا تتحدوا الفكرة ويكون اصلا صوتكم له تأثير على المجتمع. احكوا لي رأيكم اذا انتم عندكم نفس الفكرة زي ولا عندكم رأي تاني. يمكن بعد كل اللي حكيناه تحس انه كل شيء بحياتك مفروض عليك، بس الفكرة انه احنا مش بلا ارادة. يمكن كنا بلا ارادة وما كان عندنا اختيار في نشأتنا وبداية حياتنا، ولكن انا بشوف انه اول خطوة للاختيار انك تعرف انك كنت ما تختار، ولكن حاليا وبالمستقبل الخيار بايدك.